بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم من ملعب السير. النهارده معانا مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة لعشاق كرة القدم في مصر وفي الوطن العربي، مباراة نهائي السوبر الافريقي بين نادي القرن في افريقيا النادي الاهلي المصري، وتحدي صعب جدا امام اتحاد العاصمة الجزائري. يمكن الحقيقة مباراة هتكون كلها ندية وكلها قوة وكلها متعة، كلنا منتظرين هذا اللقاء، واعتقد هتكون من المباريات الممتعة ومن المباريات الجميلة جدا. طبعا لما بنتكلم عن مباراة نهائي، السؤال اللي بيطرح نفسه دايما يا ترى مين اللي هيكون منتصر؟ وده السؤال دايما اللي كل المتابعين بيبقوا محتاجين ليه على إجابة. النهاردة من خلال حلقتنا في ملعب السير إن شاء الله مع بعض، من خلال تحليل أعتقد يعني هيعجب حضراتكم إن شاء الله بإذن الله، من خلاله هنقدر نقيم وضعية المباراة وهنشوف إيه السيناريوهات اللي ممكن يقابلها النادي الأهلي. لو هنتكلم مع بعض عن المباراة أنا أعتقد هيكون في سيناريوهين، منهم السيناريو الاول ليه شقين، والسيناريو الثاني لو حصل اعتقد انه هيكون سيناريو كارثي، يمكن احتماله ضعيف شويه ولكن هيكون سيناريو كارثي مع بعض ان شاء الله. يمكن هنتكلم عنهم دلوقتي، ولكن في البدايه حابب ان انا الاول اتكلم الحقيقه عن المدير الفني مارسيل كولر، المدير الفني السويسري اللي الحقيقه بيقدم الفتره الاخيره نتائج متميزه جدا مع النادي الاهلي وحقق القاب عديده. ويمكن الحقيقه انا واحد من ضمن المعجبين جدا بالمدير الفني مارسيل كولر، اللي استطاع في وقت قليل جدا انه يعمل نجاحات كبيره وقدر ان هو يدخل اجواء الفريق. يمكن الحقيقه قدر ان هو يقدم لنا نموذج جيد في الاداء وفي الالتزام وفي الفكر الخططي. ويمكن من خلال بعض الارقام والاحصائيات اللي هنوضحها دلوقتي مع بعض، اعتقد يعني المدير الفني مارسيل كولر الفتره الاخيره مع النادي الاهلي هي اللي بتاكد الكلام ده. يمكن مارسيل كولر استطاع ان هو مع النادي الاهلي في 60 مباراه انه يفوز في 43 مباراه، اتعادل في 12 مباراه، وخسر في 5 مباريات. النادي الاهلي استطاع ان هو يحرز 111 هدف واستقبل 35 هدف، استطاع ان هو يحقق 5 القاب مع النادي الاهلي. وايضا من الاحصائيات المتميزه جدا للمدير الفني في ادائه مع النادي الاهلي انه استطاع انه يخرج من 38 مباراه بشباك نظيفه، يعني بنتكلم في معدلات اجاده بالنسبه لاجمالي المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي، يعني بنتكلم في 63%. ويمكن الحقيقه ده معدل اجاده عالي جدا، ويدل ان احنا امام مدير فني متميز ومدير فني مش تقليدي وعنده فكر عالي جدا. ويفكرنا بالمدير الفني الامريكي فينس لومباردي اللي تولى مهمه تدريب فريق نادي جرين باي بيكرز الامريكي، ويمكن الحقيقه حقق معاهم نجاحات كبيره جدا. في 7 سنين استطاع ان هو يحصل على 5 بطولات، ويمكن من ضمنهم 3 بطولات في 3 سنين متتاليه، وده كان انجاز كبير جدا. يمكن الحقيقه المدير الفني ده لما سالوه في البدايه قالوا له يعني انت بتتولى مهمه تدريب فريق كبير جدا، ويمكن الفريق كان محقق اخفاقات في الفتره دي، فقالوا له انت يعني عندك فكر مختلف، عندك خطط مختلفه، ايه الابتكارات اللي ممكن تقدمها لنا؟ يمكن الحقيقه رد عليهم رد عجيب جدا، ولكن كان رد الحقيقه في منتهى التميز. رد عليهم رد من كلمات بسيطه جدا، ان احنا هنكون متمكنين جدا من الاساسيات. يمكن الرد ده كان بيدل قد ايه ان احنا امام مدير فني يمكن الحقيقه عقليته متميزه وعقليته جيده جدا بالنسبه للتعامل مع مباريات كره القدم، ويمكن ده دايما اللي احنا بنتكلم فيه. ويمكن النهارده بقى لما بنتكلم على مارسيل كولر، فاحنا النهارده بنتكلم على مدير فني يمكن الاحصائيات اللي احنا وضحناها بتوضح لنا قد ايه كانطباع اولي امام مدير فني متميز جدا، وايضا عقليته جيده جدا. ويمكن الحقيقه اللي عجبني فيه الفتره الاخيره تعاقداته، ويكون ان هو يتعاقد مع لاعب متميز زي امام عاشور بيتميز بالتصويب من الخارج، ده من ضمن اساسيات كره القدم. النادي الاهلي الفتره الاخيره يمكن ما عندناش اللعيب الهداف. ولو هنتكلم على مارسيل كولر وعلى نقاط تميزه الحقيقه، يمكن من ضمنها طريقه تفكيره، بيهتم جدا بالاساسيات. يعني النهارده هو عنده لعيبه بالنسبه للاطراف جيده جدا، لو هنتكلم على محمد هاني او علي معلول، لعيبه بتعمل اسيستات، لعيبه بتعمل عرضيات، وطور في ادائهم بشكل كبير جدا. ايضا النهارده لما بيتعاقد مع لاعب زي امام عاشور، يمكن هو مدرك قد ايه لعيبه خط الوسط اللي هي بتتميز بالتصويبات من الخارج، واللعيبه اللي بيكون عندها حلول فرديه بتكون مهمه جدا، خصوصا في ماتشات بتكون دفاعيه وماتشات بتكون مقفوله جدا. النهارده لما بيتعاقد مع لاعب متميز جدا زي اللاعب موديست، اللي الحقيقه وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بتتكلم عنه الفتره الاخيره، وكان الحقيقه من الصفقات المتميزه جدا، وده من خلال ارقامه. لو هنتكلم على موديست، هو في لعب 478 مباراه، سجل فيهم 178 هدف مع الانديه اللي لعب فيها، وصنع 38 هدف.
ويمكن يعني لو هنتكلم على بعض الملاحظات البسيطة على اللاعب، انه حصل على 49 بطاقة صفراء وثلاث كروت حمراء. من خلال الاحصائية دي بتدل ان اللاعب قوي وعنيف الى حد ما. من الاحصائيات المتميزة للاعب ده، واعتقد ده برضو اللي من ضمن نقاط التميز لمارسيل كولر، ان هو دايما بيبحث عن النقاط الاساسية بالنسبة للحلول في عالم كرة القدم، وده اللي احنا بنتكلم فيه. يمكن الحقيقة كنا بنقول دايما ان النادي الاهلي محتاج مهاجم متميز بمواصفات خاصة، يكون قوي بدنيا، يكون عنده سرعة، يكون لاعب هيدرز، يكون لاعب بيلعب بالراس. يمكن الحقيقة الفترة الأخيرة النادي الاهلي بيفتقد للجزئية دي بشكل كبير جدا. الحقيقة اللاعب موديست احرز 89 هدف بالراس و101 هدف بالقدم اليمنى و41 هدف بالقدم اليسرى. يعني الحقيقة احنا عندنا مهاجم يعتبر يعني مهاجم شامل، بيلعب بالقدم اليمنى، بيلعب بالقدم اليسرى، لاعب قوي، لاعب سريع، بيلعب بضربات الراس. واعتقد هتكون صفقه مميزه جدا. ويمكن لو بنتكلم عن الاساسيات في كره القدم، فاعتقد ان كولر هو على نفس الطريق اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو النهارده عنده متميزه جدا، عنده ظهير ايمن وظهير ايسر متميز جدا، محمد هاني وعلي معلول. النهارده بيكمل برؤوس الحربه التعاقد مع موديست، وايضا انتدب صلاح محسن. والنهارده كمان معانا امام عاشور من اللاعيبه المتميزه جدا، واللي عندها الحلول الفرديه عاليه وبيصوب من الخارج. يمكن الحقيقه مارسيل كولر بيجهز الفريق انه يكون عنده جميع الاسلحه اللي يقدر يتعامل بيها مع السيناريوهات اللي ممكن تقابله، سواء بقى فريق بيلعب بتكتلات دفاعيه، سواء عنده سرعات من خلال الاجنحه وعنده مهارات فرديه زي احمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا. فلا الحقيقه مارسيل كولر احنا بنتكلم على مدير فني عقليته متميزه جدا. ويمكن من خلال النقاط اللي احنا وضحناها عن مارسيل كولر ومن خلال تعاقداته، احنا بنقدر نتوقع قد ايه المدير الفني ده عنده رؤيه كبيره جدا، وقد ايه المدير الفني ده متميز بشكل كبير جدا. واعتقد هيصنع تاريخ لنفسه مع النادي الاهلي، وايضا هيقدر يحفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب جماهير النادي الاهلي. يمكن بقى لو هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وطبعا زي ما وضحنا السؤال في بداية الحلقة، يا ترى مين اللي هينتصر، الأهلي أو اتحاد العاصمة الجزائري؟ ويمكن ده من خلال تحليلنا النهاردة ده اللي هنقدمه مع بعض وهنوضحه، وهنشوف يا ترى مين أقرب من الفرقتين للانتصار. يمكن الحقيقة لو تابعنا إحصائيات الفرقتين، تعالوا مع بعض نتابع الإحصائيات. يمكن اتحاد العاصمة الجزائري استطاع أن هو يفوز في 11 مباراة في الدوري الجزائري، وتعادل في 7 وخسر في 12 مباراة. يمكن الحقيقه بيحتل المركز ال 11 في الدوري الجزائري. ايضا استقبل 30 هدف واحرز 31 هدف، يعني على المستوى الدفاعي سيء، وعلى المستوى الهجومي مش الفريق اللي هو الشرس جدا. على العكس من النادي الاهلي، لو تابعنا احصائياته في الدوري، خسر مباراه وتعادل في 8 مباريات وفاز في 25 مباراه، وايضا استقبل 13 هدف واحرز 63 هدف. الاحصائيات دي بتوضح لنا، لو هنتكلم نظريا طبقا للاحصائيات، المباراه هتكون في اتجاه النادي الاهلي. ولكن من خلال تحليلنا بقى مع بعض دلوقتي هوضح لكم بعض النقاط المهمه جدا. يمكن انا بقول ان المباراه دي سيناريوهين. السيناريو الاول هو السيناريوهات كلها اللي انا شايفه من وجهه نظري ومن تحليلنا ومن طبقا للارقام، المباراه قبضتها مع مارسيل كولر. هو اللي هيقدر من خلال عقليته، هو اللي يقدر يوجه المباراة هتكون في أي سيناريو. يمكن الحقيقة السيناريو الأول اللي هنتكلم عليه هو إن النادي الأهلي من البداية هينزل هو اللي متحكم اللقاء. أنت محتاج تكسب المباراة، مباراة نهائي كاس، النادي الأهلي هو اللي هياخد المبادرة. تمام. الطبيعي جدا ان فريق نادي اتحاد العاصمه الجزائري هيكون نازل خايف، هيكون عنده تخوف. احنا بنتكلم على نادي الاهلي، نادي كبير، نادي جماهيريته كبيره، عنده لاعيبه متميزه جدا، كل فرق افريقيا الحقيقه بتخاف منه. فدي العوامل المهمه جدا اللي مارسيل كولر لازم يلعب عليها خلال تشكيلته في بدايه اللقاء. المباراه دي احنا بنتكلم على شقين في السيناريو الاول. الشق الاول ان انت النهارده ممكن تلعب باثنين راس حربه من البدايه، وتكون مفاجاه لفريق نادي اتحاد العاصمه الجزائري، لان الفريق ده احنا تابعنا احصائياته، يمكن الحقيقه شويه بيميل للعب الدفاعي واللعب على الهجمات المرتده، ولكن احيانا برضه بيلعب يعني كاستحواذ ولعب. ولكن اعتقد لما تلعب امام فريق زي النادي الاهلي هتكون المباراه بنسبه كبيره، يعني الامور هتكون السيطره والاستحواذ بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، لان احنا بنتكلم على فريق عنده نص ملعب قوي جدا، عنده اجنحه متميزه، وعنده خط دفاع جيد لحد ما، بيقدر يحضر كوره وبيقدر يبني، بيقدر يعمل عمليات البيلد اب او عمليات البناء من الخلف للامام بشكل جيد جدا. النهارده الجزئيه الاولى اللي هنتكلم فيها ان النادي الاهلي يلعب النهارده باثنين راس حربه من البدايه، ويبقى عندك اثنين اجنحه، وتعمل ضغط بشكل كبير جدا من البدايه في اول ربع ساعه وفي اول ثلث ساعه، وانت اللي تمسك زمام الامور من البدايه، وانت اللي تتحكم في ايقاع المباراه.
فده سيناريو. هل انت عندك الجرأة ان انت تلعب باتنين راس حربة وان انت تهاجم الفريق بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت بحيث ان انت يبقى عندك 4 لعيبة في وسط الملعب، لو الفريق برضه بيهاجمك يبقى انت يعني المباراة متوازنة الى حد ما؟ ولا النادي الاهلي هيلعب بنفس الاسلوب اللي بيلعب بيه اللي هو 4-2-1-3 ويلعب باتنين اجنحة وراس حربة وحيد؟ يمكن السيناريو ده شويه لو اتحاد العاصمه الجزائري هيلعب باسلوب دفاعي، اعتقد الامور الى حد ما ممكن لو قدر ان هو فريق اتحاد العاصمه الجزائري يعمل تكتلات دفاعيه ويملى منطقه وسط الملعب، الامور شويه الى حد ما هتكون صعبه على فريق النادي الاهلي، خاصه ان انت هيبقى شغلك كله من على الاطراف. يمكن من النقاط برضو اللي ممكن تعتبر من نقاط الضعف ولكن مش بشكل كبير قوي اللي هو اللاعب البلاي ميكر. يعني احنا النهارده ما عندناش اللاعب البلاي ميكر اللي هو عنده الحلول السحريه اللي هو بيفك التكتلات الدفاعيه، فانت بتميل قوي للعب من على الاطراف ولعبك كله بيبقى من على الاجنحه. ويمكن علشان كده الفتره الاخيره معظم الاهداف كانت عن طريق بيرسي تاو وايضا عن طريق اللاعب حسين الشحات. ده بالنسبه للسيناريو الاول. طب انت النهارده لو هتلعب براس حربه وحيد وهتعتمد على الاطراف يبقى انت هتميل قوي للتحضير في الخطوط الخلفيه وانك انت تحاول تسحب فريق نادي اتحاد العاصمه الجزائري. الشق الثاني ده اللي احنا بنتكلم فيه، يعني ممكن المباراة إلى حد ما تكون صعبة على النادي الأهلي، خاصة لو فريق اتحاد العاصمة يعني قفل بشكل كويس، خاصة إن عنده لعيبة متميزة جدا في خط الدفاع زي اللاعب بنزازا ورضواني، وأيضا عندهم العليتي واللاعب البليد. يمكن خط الظهر عندهم بيحرز أهداف وبيقدروا إن هم يشاركوا في الهجمات يصنعوا أهداف. ويمكن الحقيقة إحنا بنتكلم على فريق مش ضعيف قوي. يعني النهارده لو هتتكلم على فريق اتحاد العاصمة الجزائري إن أنت نازل بتلعب مباراة للنزهة أو مباراة استعراض، فلا الامور مش هتكون كده. فريق اتحاد العاصمه الجزائري فريق جيد الى حد ما، ويمكن ايضا عندهم لاعيبه متميزه في الثلث الاخير زي اللاعب ريبونا اللاعب الافريقي، وايضا اللاعب عبد الرحمن مزياني وخالد بوسيليو واسامه شيتا. ويمكن ده يخلينا نتكلم بقى عن السيناريو الثاني اشرت لحضراتكم اليه، اللي هو السيناريو اللي ممكن يكون سيناريو كارثي على النادي الاهلي، انه فريق نادي اتحاد العاصمه الجزائري لو لعب بتكتلات دفاعيه صلبه واستطاع ان هو يلعب على الهجمات المرتده واستطاع ان هو يوتر لعيبه النادي الاهلي وان يبتدي يبقى فيه عنف. يمكن احنا بنتكلم دايما عن شمال افريقيا وكره شمال افريقيا، فدايما بيبقى فيه عنف ودايما يعني بيبقى فيه اساليب لعب شويه تكون غريبه. فانت مهم جدا ان انت تتجاوز النقاط دي وما تندركش او ما تخلوش يسحبك في السيناريو ده، لان الحقيقه فريق اتحاد العاصمه الجزائري مهم جدا. يمكن من ضمن نقاط القوه اللي موجوده عند النادي الاهلي ويمكن مارسيل كولر بيعتمد عليها اللي هي الاساسيات كره القدم اللي هو التسليم والتسلم بشكل جيد. فالنهارده فريق اتحاد العاصمه الجزائري ما اعتقدش من البدايه انه هيخلي عمليات التسليم والتسلم تكون سهله بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي بين اقدامه، فممكن تلاقي في عنف كروي الى حد ما في منطقه وسط الملعب، ممكن تلاقي فيه تكتلات دفاعيه من البدايه، واعتقد ممكن ان هم يلعبوا بشكل كبير جدا على الهجمات المرتده، خاصه انه النادي الاهلي زي ما وضحنا انه يعني بالنسبه للارقام وبالنسبه للاحصائيات افضل بكتير جدا من اتحاد العاصمه الجزائري. ويمكن الحقيقه لو هنتكلم بشكل عام يا ترى المباراه هتكون مين الاقرب للانتصار بعد الجزئيات اللي احنا وضحناها دي، اعتقد المباراه هتكون اقرب الفوز للنادي الاهلي لو اتعامل بالشكل الجيد. حتى لو لعبنا بطريقه 4-1-2-2-1 وما لعبتش براس حرب، ما لعبتش باثنين راس حربه من البدايه والامور كانت الى حد ما مقفوله، ولكن فكره انك تتحكم في سيناريو المباراه وفي رتم وايقاع المباراه وامتى انت اللي تهاجم وتاخد المبادره وامتى تهدي اسلوب اللعب بحيث ان انت ما تديش مساحات وما تخليش في مساحات في الخطوط الخلفيه يقدر يستغلها اتحاد العاصمه الجزائري من خلال سرعات الاجنحه وايضا اللعيبه الظهير الايمن او الظهير الايسر للفريق. اعتقد هتكون مباراه جميله جدا وهتكون مباراه متميزه وهتكون مباراه شيقه جدا، ولكن ان شاء الله كلنا هنستمتع بيها، وان شاء الله باذن الله يكون الانتصار حليف للنادي الاهلي وللكره المصريه. يمكن النادي الاهلي النهارده في مهمه الحقيقه قوميه بيشرف الكره المصريه في احتفاليه كبيره جدا، احتفاليه السوبر الافريقي، ويمكن الحقيقه بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي المصري، وان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره للشارع الاهلاوي ولكل الجماهير المصريه، جماهير الاهلي وجماهير الزمالك وجماهير الاسماعيلي، وان شاء الله تكون من المباريات الجميله اللي كلنا نستمتع بيها. يمكن في نهايه حلقتنا بشكركم جدا على دعمكم الموصول والمتواصل ومتابعتكم دايما لينا، وان شاء الله انتظروا مننا اقوى الحلقات واقوى التحليلات،
ولكن ما ننساش نعمل لايك ونعمل شير ونعمل سبسكرايب ونعمل اشتراك للقناة ونعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، ودايما انتظروا مننا كل جديد. ان شاء الله هتكون حلقات متميزة جدا الفترة اللي جاية، وهيكون في مفاجآت كتيرة جدا. انتظرونا في ملعب السير.